العجل وقع هاتوا السكين. الجملة دي احنا مش بنقولها كتير، ولكن للأسف بننفذها كتير إلا من رحم ربي. أول ما بنشوف حد من الناس اللي حوالينا غلط غلطة أو وقع في ذنب واحنا شفناه، بسرعة بنجيب لبنتنا ونقعد نندغ ونجيب في سيرته ونتكلم ازاي هو يغلط الغلطة دي. لكل واحد فيه العادة المنيلة دي لو سمحت افتكر 3 حاجات قبل ما تفتح بقك وتتكلم عليه. أول حاجة إن حضرتك ممكن تكون أصلا كنت بتعمل الذنب ده وربنا اللي تاب عليك وخلاك تسيبه، فأول ما تيجي في سيرته افتكر قول ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. صدق الله العظيم. فتسكت خالص. تاني حاجة بقى يا عم الحاج، لو حضرتك أبدا ما عملت الذنب ده فافتكر إن الإيمان بيزيد وبينقص. وافتكر قصة حنظلة. سيدنا حنظلة ده صحابي جليل، كان قاعد مرة حزين، مر عليه سيدنا أبو بكر وقال له: مالك يا حنظلة؟ قال له: نافق حنظلة. قال له: ازاي؟ قال له: بكون مع رسول الله بيكلمنا عن الجنة وعن النار وكأننا شايفينها رأي العين، بعد كده بنطلع من عند الرسول ونبتدي نتلهي مع زوجاتنا مع أولادنا مع شغلنا. نافق حنظلة. قال له: يعني لو الموضوع ده نفاق يبقى كلنا كده منافقين، تعالى نطلع للنبي صلى الله عليه وسلم ونسأله. فلما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وحكوا له اللي حصل، فراح قال له: يا حنظلة، لو أنكم تمشون في الشوارع كده، فيما معناه لو بتمشوا في الشوارع وانتوا بنفس الإحساس اللي انتوا فيه وانتوا عندي من الإيمانيات العالية دي، يبقى هتنزل الملائكة وتصافحكم، ما انتوا كده خلاص هتبقوا ملائكة. ولكنها يا حنظلة ساعة وساعة، فخد بالك ان الساعة اللي فيها إيمانيات تمام حلوة قوي مش هتعمل فيها ذنوب، انما بقى الساعة اللي هتبقى إيمانياتك فيها قليلة يا ترى هتعمل فيها ايه؟ يبقى تسكت احسن. تالت حاجة بقى هي انك تفتكر قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. فلو حضرتك مستغني عن رحمة ربنا سبحانه وتعالى، يبقى يلا خد لبنتك وجيب في سيرة اللي قدامك وما ترحمهوش، واقعد جيب في سيرته وشوه في سمعته وبس كده. فلما تشوف حد عمل ذنب هتعمل حاجتين 2: هتقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه، وهتدعي له بالهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.